كلكم مستغربين ليش انا اليوم هون؟ شو مو الحلقه اللي بدي اقدمها من المطبخ؟ هلا حلقتنا اليوم هي مقدمه لفئه معينه من الشعب. لتفهموا علي بدي تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا. هالرموز اللي حقلكم اياها. سوريا هي راس معسل. الشعب هو المعسلات اللي جوا. تمام؟ الثوره هي القصديره. اما للعالم اللي ساعدت الثوره فهن هدول نقاشات الاسنان. اما النظام فهو الفحم. اما اللي عم يمد النظام فهو الغاز اللي عم يمده للنظام. هلا لكم شو صار بالثوره؟ كان اول شيء سوريا بقلبها الشعب، فوقها الفحم اللي هو النظام على طول، فكان الشعب بيحترق بسرعه. اجت الثوره، لما اجت الثوره صار يجي النظام بده يحرق الشعب، ما يحترق الشعب بسرعه. ليش؟ لأن الثوره حمتنا من النظام، نحن بقلب سوريا كلياتنا مع بعض تحت. هلا بقى الشعب اللي قاعد جوا ممكن يعني في منه ذكي، بلش شوي يتخرج مع الدول اللي برا بده يجيب دعم. هي الدول شو اجت عملت؟ مثلا اجت قطر مثلا، خلينا نعتبر هي وحده من الدول اللي ساعدت، هي قطر مثلا. عملت هيك صبت ثقب لتنفس عنها. صرت انت تطلع هيك على الثوره ما يبين معها غير من الثقب الاخوان المسلمين اللي قايمين بالثوره. اجت السعوديه صبت ثقب ثاني. صرت انت تطلع من الثقبين، الثقب تبع قطر تشوف من قلبه في مبين اخوان، والثقب تبع السعوديه مبين من قلبه السلفيين. اجت مثلا امريكا صبت هالثقب. صرت تطلع بتشوف شيء اسمه علمانيين بالثوره. طبعا كان اول شيء وقت ما كان في غير ثقب واحد كنت تشوف فئه معينه. بعد فتره بعد ما كثرت هي الدول الثوره هيك صار. هذا الحكي بعد 4 سنين. كل بخش بالثوره صار نتقدم. للاسف بعد ما تعبت الثوره بخاش، قصدي انه الثقوب اللي هن بالراس، صار بس يجي النظام ليحاول يحرق الثوره تنحرق بسرعه. هيك يعني. بينما لو ما تبخشت كلها بالخاش وما تعبت الثوره بخاش فما حتحترق الثوره بسرعه. في شغله نسيت لكم اياها. في شيء اسمه التحالفات العظمى بين الدول الكبرى. التحالفات العظمى بين الدول الكبرى هو اللي عم يشغل التركيبه. يعني بيطلع بيلاقي الراس خنه بلشت تطلع منه الدفنه، بيعمل هيك بيريحه شوي للراس، بينفخه بيطلع منه الدفنه. بيلاقيه بارد للراس، بيرجع بجيب بيحط الفحم عليه وبيرجع بيسحب. بيلاقي الفحم طفى، بيرجع بجيب فحم بيحطه عليه. فهي كانت قصتنا للثوره لهي الفئه من العالم اللي ما عرفت شو صار بسوريا لحد الان.